أضربنا بوشمانة قصاي متاليا وسيراي مفرمانا سري وزدياي بريندار ساعت وقافي جواب نواي ما حتى دومي دنياي. أخي مفقود وأبي أيضا كذلك وخالي وابن خالي في المرة الأخيرة عندما أخذوا أولئك الرجال من تلك القرية ولم أكن عندهم. عندما أخذوهم كنت عند ذلك الداعشي. جاءت فقالوا لي لقد أخذوا أباك أخاك والآخرين. الآن أنا وأمي وأختي وأخي حررنا، وحررت 2 من بنات عمي. أبي و3 من أبناء عمي لا يزالون في أيدي داعش، لا نعرف عنهم شيئا. هذه المرأة ولدت عام 1995 وفي عام 2013 صارت زوجة لداعشي، وفي نهاية عام 2016 بسبب قصف عدد من مواقع داعش قتل زوجها في صحراء سامراء. حاليا تعيش مع طفليها في حي أميل في القسم الأيمن من مدينة الموصل. يعني درست الشريعة 15 يوم وتدربت من شريعة مخندوها بو بانزر وجو الشريعة وها يعني هروها كتبي شريعة وأوشتانا بعد أزيت فلا تحاولوا من بيشتر لدواي 2003 زور سوربون لسر جهات كردن بەڵام ئیتر کۆتایی هات چونکە سەرسەخت بوو گوتم من ناڕۆم بۆ لای کەس و کارم گوتی کچەکە دەبمە لای دایکم و تۆ بڕۆ بۆ لای کەس و کارم تۆ چی دەکەی لێرە لێت جا دەبمەوە و هاوسەرگیری دەکەم کچی زۆر هەن من دڵم شکا و چیتر نەمتوانی لەگەڵیدا بم هذه زوجة داعشي عندما حررت الموصل نزحت مثل جميع سكان المدينة، لكن القوات الأمنية اعتقلت زوجها بتهمة علاقته بمسلحي الدولة الإسلامية. هذه المرأة ولدت عام 1987 من سكان مدينة الموصل وأم ل4 بنات. تزوجت عام 2007. سابقا كان زوجها شخصا بسيطا، لكن عندما وصل مسلح داعش إلى الموصل تواصل معهم وبايع الدولة الإسلامية. وحاليا تعيش هذه المرأة في حي تل الرمان في بيت بالأجرة. كنا طالعين يعني ووقف السيارة، أنا قلت له وين؟ قال لسه عندي شغلة يوم جماعتي أجي، وراح طول تقريبا ساعة نص ساعة ورجع. ومن رجع جابوا وياه بنات 2. قلت له منو هذولا؟ قال لي خليه يصعدون عود بالبيت أقول لك. وأني ما صبرت أصل على البيت، قلت له بس قول لي منو هذولا بالسيارة. قال لي هذولا يزيديات. قمت أحكي وأصيح عليه وكاونت وقلت له ليش تجيبهم؟ قال لي أنت ما عليك، إحنا هيك عندنا يعني لازم نسوي هيك. إحنا يعني من نهجم على منطقة مو مسلمة ناخذ البنات النساء اللي عندهم كجاريات. أول مرض
يشتري البنات، يعني نيته يخليهم يسلمون، وإذا ما أسلموا قال أخليهم كخدم لك بالبيت. وأنا بالبداية رفضت، ما قبلت. شوية صار شجار بيناتنا وقال امشي معي انتي تختارين. شلون ما شلون قال امشي معي وانتي تختارين. قلت أنا ما أعرف أختار. قال امشي معي. مشيت معاه، رحنا طبعا للبيت بالطيران. والله كان هناك قبو وفوقه طابق. كنت في ذلك الطابق الأول وكان القبو في الأسفل. كانوا قد وضعوا فيه سيارات وكثيرا من الأسلحة والمعدات والمواد والأغراض الأخرى. لكن في المرة الأولى قبل أن يدخلونا إلى القصر أخذونا إلى القبو حتى لا يرانا الطيران. في ذلك القبو كان ثمة درج للصعود إلى الطابق الأعلى. وكان الطابق الثاني فوق أيضا، كذلك كان له درج يصعد إلى الأعلى. كان في ذلك القصر غرف كثيرة. وقفت أنا برا يما الحديقة، اختار بنات 2، قال هذول هم. قلت له أوكي. والله انطى الفلوس وهاي وخذاهم وطلعوا. جينا للبيت، صادقتهم، يعني ما عاديتهم ولا عاملتهم يعني معاملة السبايا، مثل صديقات أو خوات. بالبيت وقعوا عندي، حاول معاهم يسلمون ما أسلموا. ظلوا يمكن فترة 15 يوم، أقل أكثر، ما ظلوا حوالي الشهر. يبكون، تدمر مستقبلهم، حالتهم النفسية كلش تعبانة. يعني بعد ما يعرفون وين أهلهم ولا أهلهم يعرفون عنهم شيء. حاولنا نهزم بس ما قدرنا. حاولت تنهزم البنت وساعدتهن بس ما قدرنا، فشلنا. كان لما يطلع أبو عايشة يساعدوني بأشغال البيت، يساعدوني بأطفالي، يساعدوني كثير أشغال يساعدوني بيها. كانوا لما يجي أبو عايشة يحدثهم عن الدين وعن الإسلام يضوجون، ما يريد يسلمون. والله قال إذا ما أسلمن أنت ما عندك أطفال كثير، يعني ما تحتاجين خدم، وهن ما يقبلين يسلمن، أنا راح أبيعهن. قلت له هذا الشيء بعد بكيفك. وراها فترة قلت لك جو مرأة 2 أخذوهم وتفاهموا على السعر وراحوا البنات. أخذونا جميعا إلى أحد البيوت. بعدها كانت جماعات من الداعشيين تأتي وتختار، كل يختار واحدة لنفسه، لكنهم لم يسمحوا لنا أنا وليلى أن نذهب بسبب صغر سننا، وكان لكل واحدة منا طفلين. عندما جاءوا أخذنا نحن الاثنين أبو عزام الجزراوي. كان أمرا سيئا حقا يحدث أمام أعيننا، كأنه شيء بلا قيمة، ما كنا نعرف. إلى أن قال بعضهم بمبلغ زهيد: أهكذا ترفعون السعر؟ توفو جبل خان المور كري خاني كيزنا ويران كرن مالي متالان كري فان كثرة داري زوري كتكوبو كيدي زيد خانا من الدلال تمام الخمار كري او خورتو جنجين مبكيرو ساتورا سرجي كري زاروك الخشي من بالغ شنبه زيداي كيدوان دراني الدار زوري برسينجي داي كيدوان راكري
طبعا أثر التعذيب بهذا البيت العريق، بيت أحد كبار قبائل شمر، شيوخ شمر العجيل، صار مع الأسف يعني مسكن للقياديين الدواعش، ومسكن للقياديين الدواعش والسبايا، بيع وشراء السبايا. فبداية التحرير وجدوا، طبعا أنا بأول ما جو داعش بسنة جيت مريت من المكان هذا، أمشي من الشارع لقيت حراس سم الباب أسلحة ومع أسلحة كاتفين، يعني حاطين وحراسات على البيت، يعني البيت مبين ما يحطون عليه حراسات إلا مهمين جوا، مهمين فعلا 100%. أنا و7 فتيات كنا هناك. كانوا قد مضوا بالفتيات الأخريات إلى قصور أخرى، كذلك أيضا بالبكاء. أصيبت كثيرات بحالة نفسية صعبة جدا وكان يغمى عليهن، لكن ما كانوا يكترثون لذلك. فإن مات الإنسان أمامهم من الألم فإنهم ما كانوا يهتمون بذلك. حتى وقت الليل كانوا يغلقون الباب علينا، وأمام الباب حارسان كذلك فوق سطح القصر. أعطوني لشخص مصري ووزعوا صديقاتي أيضا. أخذني المصري، بقيت عنده 6 أشهر. في فترة كنا في قصر المحراب، كذلك كانوا يحاولون أن يأخذوا الفتيات التي يلتقونهن. حتى 24 من الشهر 12 من العام 2014 كنا في تلك القرية. كانت قوات البيشمركة تقترب وتحرر سنجار وما حولها، لذلك خافوا أن يصل البيشمركة ويحرروننا، لذلك أخذونا من هناك إلى الموصل. يعني بقي هنا ما وما خلاص كان بيجا مشوار راكن أنبرنا موصل. الأول من الشهر الخامس من العام 2015 أعلم أنه كان يوم الجمعة. أيضا جاءت مجموعة، كنا كثيرات قد بقينا، أخذونا بالسيارات والحافلات. قلت: إلى أين تمضون بنا؟ قالوا: هذا ليس من شأنك، سنأخذكن إلى مكان آخر. في النهاية مضت سيارته في الطريق، فأدركنا أننا خرجنا من العراق وتوجهنا نحو سوريا. في الطريق كثيرا ما كنا نحاول معرفة المكان الذي بلغناه، فكنا نرفع ستائر نوافذ السيارة قليلا وننظر لنعرف أين نحن. يعني مثلا هذا جاهد، هذه اليزيدية، يعني أبسط شيء بالموصل. جاهدوا البنات اليزيدية، أخذوهم سبايا، يحق لهم يعني أي شيء يسوونه بيهم. يعني هذول بعد بجهادهم أخذوهم بدمهم هيك شيء. فيجي الأمير يجمع اليزيديات البنات يأخذونهم على بيت. أشجع واحد ينطونه هدية، أول مهاجر ينطونه البنت اللي يريدها هدية، وبعدها اللي يريد يشتري يجي ياخذ من البنات يشتري، أو اللي كان بالحرب ياخذ هدية يجيبها على البيت. أي شيء يحق له بيها يسوي بيها، يريدها خدامة، يريدها جارية عنده، يريدها عبدة عنده، أي شيء يقدر يسوي. أول شيء وقت تعدانا يعني أول مرة عندما كانوا يسلمون مجموعة من الفتيات لأحد المسؤولين ما كانوا يبيعونهن، بل كانوا يقولون لذلك المسؤول: أنت وزع.
سلمونا لمسؤول في البعاج، وهو سجل أسماءنا على قصاصات القرعة، وكل من يدخل يسحب قصاصة، بحيث على كل قصاصة اسم فتاة فإنها تمضي معه. كنا في البعاج، هكذا فعلوا. ظهر اسمي عند شخص كانوا ينادونه أبو سعيد من بغداد. قالوا له: هذه سبية. قلنا لهم: لماذا تفعلون ذلك؟ لا نريد أن تفعلوا هذا. كانوا يقولون: أنتن سبايا في أيدينا، إلى أن تبقين غير مسلمات فالأمر طبيعي. بإمكاننا أن نبيعكن ونشتريكن لأنكن كافرات، هكذا كانوا يقولون لنا. وكان على أبو سعيد أن يذهب إلى بغداد حيث القتال، لذلك أهداني لصديقه، ليس بيعا بل هدية. حينها كنا أنا و5 فتيات هناك، كذلك أعطوني لأشخاص آخرين، كما أنهم أخذوا أحد صديقاتي إلى غرفة، كبلوها أمام أنظارنا هناك في البعاج، اغتصبوها. جاءوا بشخص اسمه أبو عبد الحميد الداغستاني من روسيا ومنحوني له. بقيت عنده حوالي عام إلى أن هرب. عانينا الكثير من العذاب والمشقة، كنا نضرب. دائما كانوا يقولون لنا: صلوا واقرأوا القرآن، فإن كنا لا نعرف ذلك كانوا يضربوننا، وإن قلنا لن نقرأ أيضا كانوا يضربوننا، وإن طلبوا منا أن نحفظ سورة من القرآن كان يجب علينا أن نحفظها، فذلك كان أمرا إجباريا علينا. بعد عام من بقائي عنده قرأت كثيرا وتعلمت وحفظت كثيرا من الأشياء، وأخيرا بطريقة ما تواصلت مع المهربين وهربت. المكان الأخير الذي هربت إليه كان الرقة. الأوضاع هناك كانت صعبة جدا، كانوا يقولون أن سد الطبقة سينهار، لذلك خاف الناس جميعا، المدنيون والداعشيون كلهم هربوا من داخل الرقة. أرادوا أن يتجهوا إلى نحو المرتفعات. وأخيرا خرجنا نحن أيضا من بيوتنا، وقبل أن نخرج من هناك أرسل عبد الله شريم مهربا إلينا، حاول أن يهربنا، لكني لقيت خوفا كثيرا، قلت لن أهرب، لا أستطيع، فإن ألقوا القبض علي هذه المرة فإنهم سيقتلونني. في النهاية بعد محاولتين أو 3 جاءنا المهرب إلى تلك المنطقة التي كنا فيها. كان يأتي مع جيراني يحاولون التحدث معي لتحريري، وأخيرا قلت لهم سآتي، لكن بشرط أن يأتي معي أحد. كنت وحدي أخاف كثيرا، لكن هذه المرة لن أهرب إلا إذا رافقتني فتاة أو امرأة من نسائكم حتى أمضي بلا خوف. وفي الآخر وافقوا واقتنعوا. ما كنا نصدق، جرى اتصال هاتفي، تحدثنا مع مكتب السيد نشيربان. بعد أن سمعنا صوتهم صدقنا، أخذونا إلى مكانهم. كانوا في خيم بجوار القرية بتل رفعت، قرية ماريا، شيء كهذا. في تل رفعت يعيشون على الرعي والزراعة. قالوا لنا: سنبقى معكم حتى المساء ونغادر هذا المكان. ذهبنا إليهم سيرا الساعة 7. كنا 18 شخصا، فقد كان بيننا 3 فتيات إيزيديات أخريات. خرجنا الساعة 7 مساء، غادرنا سيرا، كان ظلام، ما كنا نستطيع ارتداء اللباس الملونة حتى لا يعكس الضوء. كذلك كانت الطائرة فوقنا لحمايتنا. في الساعة 12 وصلنا إلى هنا، كردستان. حتى الآن فإن الذين حرروا 3545 شخصا. 84% من هؤلاء المحررين كان تحريرهم عن طريق مكتبنا.
بلا شك فإنهم كانوا يحررون بطرق مختلفة. كثيرون عملوا معنا حتى حررنا أولئك الأشخاص. حين كان داعش يفتح الأسواق الخاصة يقال لها أسواق النخاسة، هناك كانوا يبيعونهم، وكانت ثمة أسواق في أماكن أخرى. الذين كانوا يشترونهن ممن كنا قد ألقي القبض عليهن أو يتم بيعهن أو شراؤهن. كان هناك أشخاص لنا أيضا يتابعون الموضوع، وبالتالي كانوا يحررونهن، طبعا بمبالغ مالية، وأكثرهن بمبالغ باهظة. حتى الآن صرفنا على عملية تحرير المختطفات اليزيديات حوالي 7 ملايين دولار. وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. ما نعرف، يقولون يعني قتلوه، يعني بالبداية كانوا يقتلون الدواعش. من صار التحرير الجهات الأمنية خذوا زوجي وإحنا كنا نمشي يعني نتحرر من القديمة، فبعدها هو راح جهة واني وبناتي جينا بجهة، ويعني هاي من صار تحرير لي هسه احنا يعني عايشين من العالم، اللي يجي يصدق علينا ناكل واللي ما ينطينا يعني هاي. المجتمع احنا ما حد يحبنا، يقولون انتوا يعني عوائل دواعش، ما حد يعني يستلطف بينا وما حد ينطينا، يعني قلة يعني. حتى يقولوا لي لو ما مرات لين عندش بس بنات ما نقدر نعطيك، يعني زوجي داعشي. نقول لهم احنا شنو ذنبنا، فما قلبهم يعني ما حد يحبنا، يعني فد ما رحنا بالمجتمع نعاني حيل يعني من ناحية المادة معنوية يعني كل شيء. ماكو لا هواية ولا شيء. هسه بناتي 3 ما عندهم هويات، قالوا ولا سوون تبرئة، سويت أنا تبرئة وقاعد أسوي يعني همين خلع طلاق، أريد أخلص من هاي الشغلة لأن يعني حقوقنا كلها راحت بسبب زوجي، ما ظل لنا أي حقوق بالمجتمع، من ناحية مواد غذائية، من ناحية هواية، من ناحية معيشة، من ناحية رواتب، ما يحق لنا كل شيء، يعني انحرمنا من يعني أبسط حق لي ولبناتي، حرمنا من كل شيء. السرمدة هاتي الرجاء رشتاري ديسا السرمدة هاتي الرجاء رشتاري النزاع نزبا في جماعة سركت كوبو كذا زيد خانة خضلال نبيرو كويري ملوارا هلاي لما لا من الفيدنيا خورتي زيد يا حي مالا من العشاق طيرو تفيلا خواري النزاع نزبا في جماعة سركت كوبو كذا زيد خانة خضلال نتاليا وسيرا النزاع نزبا في جماعة سلا شير برسات رماي او كلامات علي وزيوا فيما سرقندي كوجو خلق الدستي دج من دابي ما فرماي هو بلا وزن ميني